ونقول لبدر الدين الإدريسي أهلا وسهلا وهارد لك. مساء الخير زميلي مشاري، مساء الخير أصدقائي ورفاقي في هذا البرنامج، مساء الخير لكل المشاهدين الكرام. صحيح أن اليوم حالة حزن كبير جدا يعيشها المغاربة في أعقاب هذا ضياع هذا اللقب الإفريقي الذي كان المنتخب المغربي أقرب إليه من حبل الوريد. أعتقد على أنه فعل كل ما يمكن أن يفعله من أجل أن ينال اللقب، لكن لغاية الأسف لم يضع خواتيم القصة الجميلة بالطريقة التي كان يجب أن يفعلها. ما شاء الله ما قدر فعل. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، لكن هذا هو قدر الله، أنه لن يكتب لكرة قدم وطنية أنها تتوج باللقب الإفريقي بعد مرور 50 سنة. يجب أن تنتظر دورات أخرى، لكن اتركني أقول لك على أن المنتخب السنغالي، وأنا أهنئ بالمناسبة، يستحق هذا التتويج لأنه قدم مباراة نهائية من المستوى العالي على كافة المقاييس. بدا بأنه منتخب كان محضرا نفسيا وأيضا تكتيكيا وتقنيا بدنيا لهذا النزال، لكن هذا النهائي لغاية الأسف شابه بالأحرى مشهدان مخزيان. أنا في الواقع أعتبرهما المشهد الأول مشهد قرار لاعبي المنتخب السنغالي بتحريض من مدرب بابتيو على مغادرة الملعب، مشهد لا يليق بهذه المسابقة الإفريقية على الإطلاق. ما كنت أتمنى هذا الأمر حتى لو كانت ضربة الجزاء فيها نسبة كبيرة من عدم الوثوقية، إنما ما كان الأمر يفرض هذه المغادرة بهذا الشكل الأرعن، ونصدروا هذه الصورة في بطولة كانت حقيقة يستمتع بها الجميع، أن نصدر مثل هذا المشهد. ثم أيضا زميلي مشاري، مشهد إضاعة إبراهيم دياز بتلك الطريقة لضربة الجزاء، لو سجلها كانت المباراة ستنتهي وكان اللقب سيذهب للمنتخب المغربي. لكن أنا أقول على أن هذه الأقدار قضاء الله وقدره، ونحن نحترم قضاء الله وقدره. قضى الله وقدره، قدر الله ما شاء فعل. لكن أنت ما شاء الله تكلمت في كل سياق هذا النهائي، وحقك قد الواقع فرض نفسه كما ذكرت. صح. السنغال هي من استحقت، لكن المغرب نعم خسرت النهائي لكن انتصرت بانتصار تنظيمي مميز. صابر غراوي أهلا وسهلا. صحيح، أهلا بك يا مشاري، تحياتي ليك ولضيوفك الكرام، وهارد لك لصديقي وأخويا بدر الدين الإدريسي. هذه هي كرة القدم، المشكلة الوحيدة السيناريو، تقريبا ده أصعب وأقصى من القسوة. أصعب سيناريو شفته في كرة القدم في حياتي. تابعت نهائيات كتيرة، ما شفتش أصعب من هذا السيناريو الدراماتيكي المثير الغريب جدا جدا جدا. صحيح ابتسمت في نهاية الأمر للمنتخب السنغالي، وهو يستحق، دعنا نقولها بملء الفم، وهو يستحق عطفا على ما قدمه طوال منافسات البطولة بشكل عام، وفي هذه المباراة بشكل خاص كان هو الأفضل. ولكن أنا بقول للإخوة المغاربة ارفعوا الرؤوس واستفيدوا من الدروس. في دروس كتيرة جدا نستخلصها من هذه المباراة ومن المشاركة في البطولة بشكل عام، ممكن نتطرق لها في معرض الحلقة. ولكن بشكل عام ليلة حزينة بالطبع على الجمهور المغربي، كان الله في عون الجمهور المغربي على هذا السيناريو الصعب جدا. ولكن في النهاية دي كرة القدم، وبنشوف فيها سيناريوهات مشابهة كتير. فتحي مودي اهلا وسهلا، رايك في المباراه النهائيه من ناحيه ما شاهدناها من احداث اثناء المباراه؟ والله ساعة، اولا تحيه للاصدقاء، تحيه للساده المشاهدين والمشاهدات. بطبيعه الحال اول حاجه ساعة نهنيو السنغال بهذا التتويج المستحق، والحقيقه معناها الفريق السنغالي عاد من بعيد، وربما المنتخب المغربي ساهم في ارجاعه من بعيد، لأن المقابلة كانت ممكن أن تنتهي. ثم بالطبيعة هارد لك للمنتخب المغربي، هنيئا للمغرب بهذا التنظيم الاستثنائي. الحقيقة عشنا كأس أفريقية من طراز عالي وعالي جدا. ولكن نحب التحية الكبيرة والخاصة لساديو ماني، لأنه ساديو ماني لا أقول أنه أنقذ نهائي من فضيحة مدوية، لا، أنقذ الكرة الإفريقية من فضيحة مدوية، لأنه الكثير مش عاجبهم أنه تكون هذه الروعة في الكأس الإفريقية، وخاصة في الغرب اللي ما يهمناش، ولكن نقرأوا بعض التعاليق، ما يحبوناش ننجحوا، ولكن احنا بدنا ساعات نساهموا، نعطيهم على طبق أنه
امكانيه انه ينقذوا النجاح نتاعنا. ساديو ماني كان راجل وسيد الرجال كما نقولوا احنا في تونس، والحقيقه وقال لهم ارجعوا احنا رجال ما نغادروش. وبطبيعه الحال من بعد تو نحكيو على التسلسل. مقابله الحقيقه هيتشكوكيه. وقت اللي في بالنا انتهت وقتها بدات. وقت اللي في بالنا انتهت المقابله وسيقع التتويج وضربه الجزاء وقتها بدات، مع الاسف وقتها بدات، مع الاسف للاشقاء المغاربه معناها، ولكن السنغال تستحق مع الاسف وقتها بدات للسنغال، لانه بعد تو نحكيو في النصف ساعه الاخيره معناها ولا تقريبا المنتخب السنغالي لظروف متعدده اصبح تقريبا هو ملك، هو الصيد، هو اسد الميدان. بالطبيعه ما نجمش ما نحكيش لانه على ابراهيم دياز، على ضربه الجزاء. ابراهيم دياز من القمه، كان فوق السحاب في هذه الكأس الافريقيه الى القاع لانها الطريقه هذه انتهت المقابله. بعد ذي اعلن الحكم نهايه المقابله، معناها كانت ضربه جزاء حاسمه، كانت نجم تكون اذا كان في الترتيب العادي العاشره وينتهي المقابله والتتويج. بس من القمه الى القاع في بالطبع، لانه سامحني شوف، كرة القدم إذا لم تحترمها تعاقبك، كرة القدم إذا لم تحترمها لا تحترمك. بطبيعة الحال أنا نحط مكاني بلاصة ابراهيم دياز اليوم ربما معناها أكثر إنسان حزين على الكرة الأرضية، لأنه فرحة شعب، فرحة 40 مليون، فرحة انتظار متاع نصف قرن، هالفرحة هذه الكل كانت في ساقين ابراهيم دياز. أنت قصدك في طريقة التنفيذ؟ طبعا، لأن في لاعبين كبار نفذوا بنفس الطريقة، زيدان وتوتسي وكثير من اللاعبين ورونالدينو وميسي وكثير من اللاعبين، ولا الطريقة في هذا التوقيت يجب أن ما تكون في نفس ما شاهدنا؟ لا أما دقيقة 95 أو 96 انتهت المقابلة وفي يدك معناها كرة كنت نجم أنا الراب تسددها بأي طريقة تحب، ما يلومك حد، باج وغيره ورونالدو هو على طريقة بانينكا. لا بانينكا وقته ما هوش وقته تماما، وحتى طريقة بانينكا. طيب لو تم تسجيلها ما كنا نقول هذا بالطبع، ولكن الطريقة سامحني والله ما نعرفش. لا يعني الوصف الدقيق، لاني بسأل الجميع عن ركلة الجزاء. لا غلطة تماما، فيها استهتار بكرة القدم. أنا السؤال نقوله ما نحبش نعطي الجواب نتاعو. لو كانت في كأس أوروبا، لأنه نحكيو على كأس أفريقيا. طيب لا أنا بالسؤال. أنا أعطي السؤال. لو كان إبراهيم دياز مع ريال مدريد في نهائي الشامبيونز ليج وعنده الكرة الحاسمة التي يفوز بها ريال مدريد بالكأس، كان يتصرف بهذه الطريقة؟ طيب انت قصدك يعني في حدث كبير صعب ان تلعب نفس هذا؟ زيدان في نهائي كاس العالم 2006 امام ايطاليا سجلها امام بوفون هذا اعطاه تمريره لا بس بنفس الطريقه اللي هي البينينكا، لكن التنفيذ انت ذكرت تحضير ليها، فما كذا، فما تنظر للحارس يتحرك ما يتحرك، الحارس مندي ما تحركش معناها سامحني. طيب اروح لك ابعد، توتي في نصف نهائي يورو 2000 ضد هولندا، بدي احنا نحكيه توا. لا انت قصدك التكنيك ولا طريقه التسديد؟ هناك لاعبين كبار. اي عادش بيه لاعبين كبار، مباريات حاسمه. ابراهيم دياز لاعب كبير. طيب مباريات حاسمه. ذكرت لك توتي في نصف نهائي اليورو، زيدان في نهائي كاس العالم. ايوه سجلها. يعني قصدك بالطبع تتحمل بالطبع النهائي. شوف باش نحكموا على مدرب احنا في الاخير، علاش نكونوا قاسيين على المدربين وما نكونش نفس الحكم على اللاعب؟ نحكم عليه بالنتيجه. المدرب ينجم يعمل مقابله وفريقه ما يلعبش وينتصر. طيب عشان نختم وننهي، وصف لفتح المولدي في تنفيذ ابراهيم دياز، لان السؤال سيكون للجميع. انا الاستهتار وعدم احترام التوقيت، الاطار، نهائي، شعب كامل يستنى فيك. لا شاهد الجميع في منطقة المشجعين دار البيضاء وكذلك السنغاليين فرحوا، المغاربة وكلنا يعني حزننا لهذا الضياع. حسام الدين أحمد أهلا وسهلا، مساء الخير. رأيك في تنفيذ ابراهيم دياز ركلة الجزاء؟
مساء الخير، مساء الخير والنور متابعينا وهذه هي توقعات القناة القطرية والمحللين القطريين لدور 16 من بطولة كأس إفريقيا. هذا الدور سينطلق مبارياته بالنسبة للدول العربية وكلها اليوم غدا. ستكون مباراة تونس وأيضا منتخب السودان، ليس مع بعض يعني كل واحد مباراة، إذا فازوا طبعا سيتواجهون مع بعض. نقطة مهمة أشرحها في بطولة أفريقيا في الدور 16 أنه كل فريقين أو كل مباراتين تتلعب في نفس اليوم، كل فائز سيتقابل مع الفائز في المباراة الثانية. مثال غدا تونس سوف تلعب مع نسيت حتى من تأهل تونس، أظن تأهلت نعم ضد مالي، والفائز سيواجه الفائز بين مباراة السنغال والمنتخب السوداني، لأنهم أصلا هم صعدوا كأفضل ثالث منتخب السودان، والسنغال متصدر المجموعة. اليوم الثاني ستلعب أيضا على الأغلب منتخب مصر أو منتخب المغرب في الدول العربية، والفائز طبعا سيواجه مثل ما قلت لكم الفائز في المواجهة الثانية. بعد ذلك اليوم الذي بعده سيلعب أيضا منتخب المغرب مباراته منتخب مصر، وهو في آخر يوم من البطولة أو في آخر يوم للمنتخبات العربية ستلعب الجزائر منتخبنا الوطني مع منتخب الكونغو الديمقراطية، وهي أصعب مباراة أو نعم أصعب مباراة مصنفة حاليا في دور 16. مواجهة صعبة جدا للمنتخبين. إذا فازت الجزائر ستلعب مع الأغلب نيجيريا، لأن نيجيريا أظن ستواجه تنزانيا، لكن الأغلب نيجيريا سوف تصعد من تلك المباراة. إذا صعدت جميع الفرق وفازت أيضا في دور الربع النهائي قد نشهد نصف النهائي عربي بامتياز، يمكن الجزائر والمغرب وتونس ومصر في جهة أخرى، ويمكن يكون نهائي عربي يعني سبق طبعا أظن تواجهوا منتخبات عربية في النهائي، لكن في النسخ الجديدة لم نشهد أي تواجد عربي في النهائي، أو لم نجد أي تواجد، يعني لم يكن هناك نهائي عربي منذ مدة كبيرة. كل التوفيق لمنتخباتنا العربية في هذه الدورة.